هنزين النهاردة مع بعض إن شاء الله تورتة كريمة رقيقة هادية ولطيفة، وكمان هنعمل فيها الورد بتاع الكريمة الجديد اللي عملناه مع بعض وهوريهولك بالتفصيل. قبل بس ما نبتدي الفيديو لايك وشير، ويلا على طول ندخل في صلب الوصفة. اول حاجه هنا انا معايا تورته مقاس 26 شوكولاته، وكمان محشيه كريمه شوكولاته. طبعا عملنا المقدار ده قبل كده، فمش هطول الفيديو واقول لك تاني تفاصيله، بس هسيبهولك تحت كله في صندوق الوصف، سواء المقدار بتاع الكيك او حتى مقدار كريمه الحشو. ابتديت امسك كده الترانش اللي عندي بتاع الحلواني واشيل كل الزوايد. اي قبه من فوق بشيلها، اي زوايد من الجوانب بشيلها، لان انا لو سبتها هتقرفني بقى ساعة التزيين، وهتبدأ تطلع معايا ان الكيك يكشف. انا حاسة ان الحتة دي محتاجة كريمة زيادة، هي ليه طالعة، هي ليه داخلة، كل الجو ده هيقرفني بقى في الشغل. فانا بالتالي بديلها الاول كده وش يعني ايه، محاره كده وتقشير الاول قبل ما اشتغل. هبتدي بقى هنا اقلبها على بورد تاني كبير شويه، لان البورد اللي معايا تحت ده صغير، فمش هعرف اغلف براحتي. وفي نفس الوقت برضو لما بقلبها بديها وش تاني كده، عشان لو في اي زياده صغيره تظهر معايا وتبان. هشيلها بالراحه كده ونبتدي بقى نشوف كريمه التغليف مع بعض. معايا هنا 550 جرام ميه ساقعه متلجه، حطيت عليهم 260 جرام من الكريم شانتيه هايبر توب المتحده، كمان حطيت عليهم 140 جرام من السكر. شويه بقى الكريمه الفايضه، يعني انا اوريدي مستخدمه في التغليف ده 340 جرام، حطيت منهم 260 بس الاول، وابتديت ان انا اقلب كويس 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 قوي 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 بالعجال لغايه لما اخد الفوم، وبعدين هرفع وانزل ال 80 جرام الباقيين. ودي خطوه مهمه قوي قوي قوي، خاصه في الصيف، لان لو انت اعتمدتي على المقدار الاولاني وحطيتيه كله مره واحده مش هيدي معاكي نتيجه كويسه، وهيفرغ وهتبقى ازمه. هبتدي بقى هنا الون، هحط ايه؟ هحط لون فوشيا، هحط لون بني، وكمان هحط لون اصفر، وكمان هحط نقطه واحده كده من اللون الاورنج. هبتدي اقلب كويس قوي قوي مع بعض. انا عايزه اخد لون بامبا كشميري كده، حاجه كده بين الروز وبين الكشمير. هقلب كويس كويس، وهدي كمان تكه كده من اللون الاورنج علشان يظبط معايا الدرجه، واخد الدرجه الحلوه اللي انتي شايفاها دي. هبتدي بقى احط الكلام ده كله في كيس حلواني واغلف زي ما احنا متعودين نغلف. الطريقه دي اريح طريقه في التغليف، اكتر طريقه بتوزع الكريمه بشكل متساوي، وبالتالي بتسهل لك عمليه التغليف ومش بيطلع معاكي فراغات هواء. لازم الكريمه تحت ايدك تحسيها جامده، لازم. لو ما حسيتيهاش جامده وحسيتيها بتتفرد بشكل يعني سهل اوفر، اعرفي ان الكريمه دي هتفرغ معاكي فراغات هواء وهتقرفك في الشغل، ولو انت طولتي شويه هتبتدي تسيح. فدي تكات احنا بناخد بالنا منها وبنعرفها بالتجربه، فبقول لك عليها عشان توفر عليكي وقت وجهد. بعد ما تفرديها كده بالسباتيولا اول حاجه، تبداي بقى تمسكي السكرابر وتساوي اول يعني درجه كده من درجات التغليف، اول خطوه. وبعدين اول ما هاخد التغليف ده، مش شرط قوي يعني يبقى بيرفكت، عشان مش هو ده اللي انا هشتغل عليه، انا هشتغل بالسكرابر المشرشر اللي اخد شكل نص دايره. ابتدي بقى امسكه واثبته كده بشكل مايل او بشكل عمودي، الاتنين هيمشوا معاكي بس العمودي اكتر. هبتدي امسك ومثبته ايدي اليمين وايدي الشمال هي اللي بتلف الطبق الدوار علشان اخد شكل كويس. هحرك مرة تانية وهديها دور تاني وش تاني، عشان خاطر اخد اكتر شكل املس للكريمة معايا. لو الموضوع حاسة ان فيه خربشة في الاجزاء الزهرة من الكريمة اللي طالعة لبره دي، زودي الاجزاء الزهرة دي سنة كريمة وارجعي ظبطيها تاني بالسكرابر. تعالي بقى نشوف كريمة الورد. طبعا عملناها قبل كده، هسيبها لك تحت في صندوق الوصف. ابتديت الون اول طبق معايا باللون الفوشيا، طبعا بتقبل اللون كويس قوي، فلو اللون معاكي غامق حاولي تخفيه بانك تحطي كميه كريمه زياده كمان. اخدت اللي اتبقى من المعلقه وابتديت الون الطبق الثالث اللي معايا، وهخف اللون هنا بسنه كريمه كده عشان افتحها شويه. طبعا بتعمل ورد تحفه، هسيبهولك برضو تحت في صندوق الوصف. هستخدم انا عندي تبين، اتنين تبس، هستخدم 124 والصغير بتاعه 104، الاتنين نفس النقشه بس الاختلاف في المقاسات. هبتدي احط معايا هنا شويه من الكريمه اللي باللون الفوشيا على شويه من الكريمه اللي باللون البامبا الفاتح، عشان وانا بعمل الورده اخد تدريجه الوان حلوه في الورقه وتديني كده شكل لطيف هتشوفيه معايا ان شاء الله.
طبعا بفرغها كويس كويس قوي من الهواء، بمسك كويس، بطلع اول بتله كده شغاله تمام، بكمل. هبتدي بقى امسك مسمار الورد واعمل كده قاعده للورده، وابتدي الجزء التخين لجوه والرفيع لبره، والف المسمار، وبالتالي الورقه تلف معايا. تاني بلف المسمار والورقه تلف معايا. هنشوف التكنيك ده اكتر من مره دلوقتي. اول حاجه القاعده عاديه خالص، وبعدين هبتدي اعمل ورقه والورقه التانيه وراها، بلف ايدي بلف ايدي وبلف المسمار معايا، فبالتالي تديني التوريقه الحلوه واللفه الحلوه بتاعت الورده. وممكن تعملي اكتر من شكل بنفس التكنيك. طيب هنا بقى هنعمل ورده تانيه. انا مثلا عايزه اديها كده يعني ايه موفمنت كده، فبحرك ايدي شويه. عملت ثلاثة وهعمل الناحية التانية كمان ثلاثة. كل ما تصغري اللفة كل ما تعمل معاكي بتلات أكتر. هنا بقى هعمل حردة في الوردة، يعني زي قلب كده. بحرك إيدي من فوق، بعمل تك تك، يعني بعمل حركتين كده من فوق، شايفة؟ يعني بحرك بس القمع شوية فيديني حردة للوردة مختلفة، فتدي الوردة معايا بشكل قلب. لو في أي تكتلات طبعا شيء طبيعي إن يظهر معاكي بعض كتلة كده، بس حلاوة الكريمة دي إنك بتعرفي تشيليها كويس من غير ما تنعكيش الوردة. هنا بقى هعمل حاجة تانية. هعمل ايه؟ هعمل الوردة وارجع ادخلها لنفس المكان اللي خرجت منه، فتبان الوردة كأنها لفة حوالين بعضها. بستغل كل المساحة يعني، فتعمل لي وردة محكومة قوي وورقها حلو. هنا بقى هتبتدي تظهر معايا التدريجة بتاعت اللون. بس بعمل ايه؟ بلف ايدي قوي وبصغر اللفة، فتبتدي تعمل معايا منحنى ضيق كده، فالوردة تبقى مبرومة حوالين نفسها. تعملي بقى 6 بتلات 7 بتلات على حسب ما هتظبطي لفة ايدك، على حسب ما هتطلع معاكي ورق. هنا برضو عملت 3 تانيات، يعني 1 2 3، فبالتالي هتعمل لي 4 بتلات كبار. شكل الورقة جميل ومختلف ولطيف. هبتدي بقى بقمع رقم 2، اعمل قلب الوردة كده باللون الفاتح اللي كان معايا، اللي انا اصلا ملونتوش. شكل الورد من بعيد يبان كله نفس الستايل، بس هو مختلف لما تركزي في التفاصيل. الورد ده بقى عملناه قبل كده في حلقة الورد بتاع الكريمة، برضو هسيب لك لينكها تحت في صندوق الوصف عشان ما يفوتكيش اي ستايل وردة. رص الورد، لابد رص الورد يبقى فيه سنة فن كده. ازاي؟ عشان خاطر لما ارص الورد يبقى الورد كله باصص لي، فبالتالي ما اخسرش اي ورده وانا بصور. ما يبقاش الورد باصص لفوق، فبالتالي انا هجيب من الجنب فالتصوير مش هيظبط معايا. فلابد نظبط شكل الورد عشان خاطر يبقى باصص وكله طالع معايا في الكادر. احلى حاجه في الكريمه دي انك مجرد ما تدخليها التلاجة لمده نص ساعه، او الفريزر مثلا لمده ربع ساعه، تقدري تشيليها من ورقه الزبده وتتعاملي معاها على طول بايدك بدون خربشه ولا نعكشه ولا اي حاجه. حتى لو في بتله اتعوجت منك، هي فليكسبل قوي ومرنه انك ترجعي تظبطي البتله تاني وما تتنعكش. انا بتعامل معاها بمنتهى الاريحيه اهو، وقدامك، وبظبط شكل الورق تاني. مفيش اي مشكله فيها غير الشانتيه خالص. الشانتيه حتى لما بنفرزه بنتعامل معاه بحرص، عشان هو يعني بيبقى على تكه وينهار، انما الورد ده لا، ما شاء الله متماسك ولطيف قوي. ابتديت كمان اعمل نفس الحركات اللي انا عملتها في النص، بس نقطه بشدها لبره، فتعمل معايا زي فرع كده. واللي هيحيي اللون قوي قوي بقى شويه الكريمه اللي باللون الاخضر، عشان اعمل الفروع طبعا هتدي لون وشكل تاني خالص. سبحان الله، اللون الاخضر ده فيه حياه كده، بيحيي اي حاجه. طبعا التب ده اللي هو تب 76 بتاع ورقه الشجر. هبتدي بقى احط كده التوبرز اللي عندي، لان التورته دي كانت معموله لدار تحفيظ قران، وعملت كده بالقران الناحيه دي، وعملت لها البرواز اللطيف اللي من الورد عشان يظهرها قوي وتبقى شكلها تحفه كده في الاخر. وكمان كان في توبر على شكل ورقه مصحف، عملت لها من تحت قاعده وثبت فيها ستيك عشان تبقى ظاهره شويه من فوق التورته. بس كده انا النهارده خلصت تورته النهارده. يا رب يا رب تعجبكم وتكونوا استفدتوا منها. كل الحاجات اللي انتم ما شفتوهاش في الفيديو هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. بالتوفيق يا رب يا احلى بناليات. ما تنسوش ابدا ابدا تدعوا لاخواتكم. ما تنسوش ان احنا مقاطعين. اتقوا الله ما استطعتم. ربنا يوفقكم ويحسن ما بين ايديكم، وصباحكم دايما زي الفل.